مطلوب منك انك انت تؤمني بديني، ولا مطلوب مني ان انا اؤمن بدينك، لكن احنا بنحترم بعض، بنحب بعض، وبنتسامح مع بعض. انا بخبط على بالك وبقول لك كل سنه وانت طيبه، لان دي الايه اللي ربنا بيقولها النهارده، اللي انا قلتها النهارده. ايه معنى البر؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. طب البر ايه هو البر؟ البر الحب، التسامح، التسامح لا ارد اليك الاساءه باساءه، ولكن ارد اليك الاساءه باحسان. ده هو البر. طب لما يجي ربنا عز وجل يامرني ان انا ابرك، وفي القرآن الكريم ويقول لي انك انت اياك انك انت تهدم بيع، والبيع هي الكنيسة. ازاي ان انا اقف ان انا اقول لا ده انا لازم اهدي الكنيسة اصل هو استفزني؟ استفزك بايه؟ بالصلاة. انت مالك انت ومال الصلاة؟ هو يعبد ما يعبد، انت مالك انت ومال عبادته. لكن اذا اردت ان تعبد الحجر فاعبد كما شئت، ولكن لا تلقي به في وجهه. الله يبارك لك، ده مهم جدا. لكن ربنا عز وجل لما جه قال لي انا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الكلام ده انا قلته على المنبر النهارده، ولم يخرجوكم من دياركم ان ايه؟ ان تبروهم. سمعت الخطبه. الله يبارك فيك. ان تبروهم. البر دوت انا ابرك وانت تبريني، ده امر ربنا. لو انا النهارده جيت بقى قلت لك انا عايز افهم انت ازاي تستفزيني وانت داخل عليا وانت حاطه الصليب، انت مالك؟ المكان الذي ذكر فيه اسم الله كثيرا. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وقت نجران في قلب المسجد، وكانوا يرتدون الطيالسه، والتاريخ بيقول لنا الكلام دوت، والسيره بتقول لنا الكلام ده. كانوا يرتدون الطيالسه وكانوا يرتدون الصلبان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كاره ايه؟ مش كاره الصلبان، ده كاره انها ذهب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا انا مأمور ان انا ابتسم في وشك من غير ما اعرف دينك. قل يا اهل الكتاب الكلام اللي انا قلته، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. هو ده الحب وده التسامح وده الرحمة. انا بقول الكلام ده مش ردا على الشيخ مصطفى ربنا يبارك في عمركم، لكن احقاقا للحق.